دي الحجازية الاسكندراني بتاعتنا احنا الناس الاسكندرانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة عملنا حاجة اسمها حجازية اسكندراني. اللي بيحب القرفة يجمع هنا عندي، يلا كله يجمع علشان خاطر نشوف الوصفة السهلة البسيطة الجميلة بتاعت ماما مها. وهنبتدي حاجة تحفة وجبارة بسم الله ما شاء الله. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة احنا عملناها بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، جبنا الكروانه بتاعتنا وجبنا فيها كوبايه ميه دافيه. يا جماعه كوبايه ميه دافيه مش ميه ساقعه لان احنا الجو ساقع. وبعد كده هنجيبوا معلقه من الخميره، هنحط معلقه الخميره القمرايه بتاعتنا، وبعد اللي هنقلبوها كويس قوي. وبعد ما نحط معلقه الخميره هنروحوا حاطين معلقه سكر، ايوه عشان التخمير بتاعنا. وبعد ما نقلبوها وكده هروحوا راكنينها على جنب على بال ما نجيبوا الكروانه بتاعتنا اللي احنا هنعمله فيها العجينه بتاعتنا. يا جماعه سوري انا اسفه. يلا يا جماعه كله يشترك في القناه بتاعتي واعملوا لي لايك واعملوا لي شير وفعلوا لي الجرس وكبروا القناه بيكوا انتوا ناس محترمه. يلا بينا نركن بقى الكروانه بتاعتنا ديت اللي هي فيها، هنرجع تاني نقوله الميه الدافيه والخميره والسكر. جبنا بقى الكروانه التانية القمريه بتاعتنا نحط فيها الحاجات المجففه. اول حاجه كوبايتين اتنين من دقيق السميد، وكوبايتين اتنين من الدقيق الابيض اهوت. ونحطه بعد ما حطينا السميد والدقيق الابيض، جايبين نص كوبايه من السكر الا معلقه واحده بس. ماشي هنشيله يعني نجيبوا كوبايه من السكر كده ونشوف منها معلقه، ورحنا جايبين رشه ملح. يبقى دي المواد الجافه بتاعتنا، وهنروح مقلبينها كلها في بعضها. خلاص كده يا جماعه. اهي زي ما انتم شايفين اهوت احنا بنقلبوها. يعني عايزين المكونات كلها تختلط مع بعضها. خلاص كده. بعد ما عملنا كده هتعملي ايه بقى يا مها؟ هروح جايبه دي كوبايه الا ربع من السمنه والزيت. في ناس بيحطوا زيت بس بينشف الحجازيه، انا حطيت نصها سمنه بلدي عشان تديها ريحه حلوه وطعم جميل، وكملتها بالزيت. يعني حطيت نص كوبايه من السمنه وحطيت كملت ربع من الزيت ورحت حطاها. وبعد كده جبت المعلقه بتاعتنا القمرايه وتنتني اعملها. فقلت بقى لسه اعمل بالمعلقه؟ لا خش بقى يا مها بايديكي بقى واعملي. النبي عربي زي ما بيقولوا. ورحنا ماسكين العجينه بتاعتنا القمرايه وهي بنبسها زي الكحك لما احنا بنعمله الكحك. بصوا اهي بعد ما شربت الدقيق والدقيق كله بالسمنه والزيت خليته عامل زي القمرايه كده. هروحوا جايبين ومكبين كبينا الخلطه بتاعتنا اللي هي الخميره والسكر بالميه. ومش هنعجنها يا جماعه، ده احنا هنلم العجينه بتاعتنا. ما تتعجنش دي، احنا بنلم العجينه بتاعتنا. وبعد ما هنلم العجينه بتاعتها هنروحوا جايبينها فردينها على الرخامه، ومش فردينها يعني بطاطينها حته صغننه كده. وهنروحوا جايبين سكينه وهروح اقسمينها بالنص، عايزينها بالعدل. ماشي خلاص كده. هنقسموها بالنص. وهنروحوا جايبين ايه بقى يا مها؟ اول حاجه هنجيب الصينيه بتاعتنا، واللي عنده ورق زبده هيجيب ورق زبده يدهن الصينيه ورق زبده، او مش عندوش ورق زبده. انا ما كانش عندي بصراحه، رحت جايبه كيسه طويله شفافه، ورحت جايبه الصينيه ورحت حاطه فيها الكيسه اهي زي ما انتم شايفين اهو. انا بشيل العجينه بتاعتي واحطها هحطها في الصينيه، وهروح فرده الاول على الكيسه بتاعتي اهي، احط عليها زيت او سمنه، واروح فرده العجينه بتاعتي اهي بالتساوي، املى بيها الصينيه اكننا يعني مش حاطين حاجه، بس انا بملى بيها الصينيه اهي زي ما انتم شايفين فردتها في الصينيه. خلاص كده اوكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد ما فردتها زي ما انتم شايفين، هقوم شايله النص دوت وهقوم مطلعاها بره، علشان هنفرد النص التاني. بس هدهن الصينيه بردك سمنه او زيت، وهنفرد فيها هنفرد فيها العجينه بتاعتنا اللي هو النص التاني. تعالوا بقى نعملوا الحشوه اللي احنا هنحطوها في العجينه بتاعتنا. انا جبت ب5 جنيه قرفه بصراحه، وجبت ربع كوبايه من السكر وحط عليها حبه ميه يا جماعه. وفي تكايه بردك بسيطه، اللي عايز يحط كاكاو عشان يخلي لونها غامق يحط، بس انا ما بحبش الكاكاو بصراحه. فرحت جايبه السكر مع القرفه بتاعتنا القمرايه، ورحت جايبه كوبايه من دقيق السميد وقلبت كله ببعضه. وبقيت احط انقط بس بالميه عليها كده علشان خاطر انا عايزاها تبقى عامله زي حبات الرمله.
مش عايزه حاجه اكتر من كده. وبعد ما عملتها كده هنروحوا جايبين بقى اهي زي ما انتم شايفين اهي الميه، وهنعملها زي حبات الرمل نقلبوها في بعضها كده اهي زي ما انتم شايفين حبات الرمله. وبعد كده هنروح جايبين بقى ايه، بعد ما عملت الحشوه هجيب بقى النص التاني وهحطه، وهنقوم جايبين منزلين فردين الحشوه بتاعتنا القمرايه يا جماعه. واللي عنده سوداني، عنده مكسرات، اللي عنده اي حاجه ممكن كمان يحطها في النص، بس بصراحه انا ما كانش عندي يعني، فانا قمت حاطه بس ايه الحشوه اللي هي البسيطه قوي اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي ايه يا جماعه، اللي هي دقيق، كوبايه من دقيق السميد، وكوبايه ونص كوبايه او ربع كوبايه من السكر، وقرفه. واللي عايز يزود القرفه ممكن بدل 5 جنيه قرفه لا تجيبوا 10 جنيه قرفه. خلاص كده، وناخدوها ونروحوا ايه حاطين النص التاني عليها على الوش من فوق. وبعد ما نحط النص التاني هروحوا ايه جايبين في يا جماعه بيقطعوا الصينيه قبل ما نحطها في الفرن، لازم هنقطعها، في بيقطعوها حتت مربعات وفي بيقطعوها سمبوسك. انا بحبها سمبوسك بصراحه، فرحت جايبه السكينه بتاعتي ورحت جايبه العجينه اهي زي ما انتم شايفين الصينيه، وقعدت اقطع فيها، قطعتها سمبوسكات. طبعا زي ما احنا بنشتروها من بره من عند الحلواني من جواها سمبوسك بقى. انا قلت ايه يا بنت اعمليها زيهم، بس انا اسفه معلش هو الحشو طلع معايا ضعيف جدا حبه صغيرين، فانا بقول لكم يا جماعه حطوا قرفه بزياده. انا جبت ب5 جنيه، لا انتوا حطوا ب10 جنيه عشان تديها ريحه طاغيه جميله جدا. خلاص كده، واللي عايز يحط كاكاو يحط كاكاو، بس انا ما بحبش الكاكاو عشان كده ما رضيتش ان انا احطه في الحشوه بتاعتنا. واحنا اهو كده خلصنا التقطيعه الاولانيه، بنقطعوها تاني اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر تبارك الرحمن. قطعناه اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. ايه التقطيع ده، ايه ده احنا حلواني واحنا ما نعرفوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده عملنا الحجازيه الاسكندراني يا جماعه. خلاص كده اهي خدناها بقى. بعد كده رحنا حطيناها في الفرن وطلعت بسم الله تحفه اهي زي ما انتم شايفين اهي جميله جدا. ورحت جايبه بعد ما طلعتها من الفرن وهي سخنه كده، كنا عندي حبه شربات، ورحت جايبه بالفرشه بتاعتي ورحت حاطه الشربات من فوق كده، خليت عطيتها لمعه. اللي عايز يزود يا جماعه شربات يزود، واللي مش عايز ما يزودش، دي حاجه ترجع لكم انتوا حسب الرغبه. وبعد منها جبت السكينه ورحت مقطعه، عدت تاني على التقطيعه وخليتها حاجه تحفه وجباره. ودي كانت وصفتي النهارده من مطبخ منوعات ماما مها، واشوفكم في وصفه جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.